مين فينا ما بيحبش العطور والبرفانات؟ يلا بينا نعرف ازاي بيتم صنع العطور. تعتبر عملية التخمير عملية رئيسية في صناعة العطور. تتمثل العملية في مزج المكونات العطرية مع المذيبات المناسبة وتركها لبعض الوقت لتتخمر وتندمج معا، ويتم ذلك بوضع المكونات في وعاء محكم الإغلاق وتركها لعدة أسابيع أو حتى أشهر، ويتم خلال هذه الفترة تفاعل المكونات وتكوين الروائح الجديدة وتطور العطر تدريجيا. أما عن المواد الأولية لصناعة العطور، فالبرغموت في صناعة العطور فاكهة حمضية لا مثيل لها، وجوز الهند والكرز. أزهار البرتقال في صناعة العطور مادة ذات روائح شهيرة للغاية. الياسمين وأزهار البيضاء برائحة مغرية. الفانيليا في صناعة العطور مادة أساسية. في عالم العطور تعد فرنسا واحدة من أشهر الدول التي تشتهر بإنتاج العطور الراقية والفاخرة، التي تحمل توقيع أشهر الماركات العالمية. فمنذ قرون عمل العديد من صانعي العطور والعلامات التجارية الفرنسية على إنتاج تركيبات عطرية فريدة ومتفردة، مما جعل هذه العطور تشكل قيمة فنية وثقافية وتاريخية لا يمكن إنكارها. يعتمد ثبات العطر على عدة عوامل، منها تركيز العطر ونوعية المكونات والنفحة الأساسية في تركيب العطر، إذ أن العطور ذات التركيز الأعلى من الزيوت العطرية تدوم لفترات أطول، كما أن المكونات ذات الجودة العالية والنفحات الأثاثية الثقيلة مثل العود والمسك تعزز ثبات العطر أيضا. كما ذكرنا، تكلفة البدء في مشروع العطور يمكن أن تتراوح بين 10,000 إلى 50,000 دولار. تشمل هذه التكاليف كافة المراحل من البحث والتطوير إلى التسويق والتوزيع. مشروع تصنيع العطور يمثل فرصة ذهبية للمستثمرين والمبدعين في مجال العطور. أما عن أفضل ماركة عطر في العالم، شانيل نمبر 5، شانيل كوكو مادمويلز. أما عن أغلى عطر في العالم، كلايف كريستيان. تشتهر ماركة العطور البريطانية الفاخرة كلايف كريستيان بابتكارها لعطر كلايف رقم 1، وهو أغلى عطر في العالم، من خلال سعيها دائما إلى تحويل المعتاد والتقليدي إلى ما هو استثنائي. تتميز ماركة كلايف كريستيان بتقديم عطور فريدة ومصنوعة بمهارة من أكثر المكونات ندرة وأعلاها جودة.